سيبوا كل شيء وصاروا يتعاركوا على بورقيبة اللي ردوها بورقيبة هو 20 مرة. سبحان الله الدنيا كيفاش. هذا يوريك لا يهمهم في بورقيبة هو بيهم ولا يهمهم في 20 مرة غير هكذا حملات انتخابية ولا مصالحهم الخاصة ولا الله أعلم شنو هو الوزارة. ولا هو بورقيبة ردوه هو يوم الاستقلال. يوم الاستقلال هو بورقيبة صار عندهم هو وقالوا لي عيد الاستقلال تو بعد الثورة الكل ماهوش ناجح كيفاش احتفالي يقولوا سيلوجيك ما نجحش. أخي قبل كيفاش كان ناجح؟ كان الشعب هو اللي نجح فيه. الشعب على باله بعيد الاستقلال ولا بورقيبة ما ينجحش. ما ينجحش تبدل الزيت. راهي الدنيا تغيرت وأكثر التوانسة فاقوا. علاش فاقوا اللي هما تغدوا بالحق تغدوا أكثر حاجة تغدوا فيها الاستقلال اللي تغدوا فيه. فهمت؟ وكانت أفلام معناتها تروى وأفلام تحكى. فهمت؟ من الناس عندها مصالح سواء باش تدافع على بورقيبة وأمثال بورقيبة. وفما ناس كانت تغطى بورقيبة. علاش تغطى بورقيبة؟ فهمت؟ خاطر هما عاملين الخارج وتاريخهم أكل وصل كيما بورقيبة. فهمت؟ وبورقيبة تبينوا في صور كيما نقولوا نحن اللي هو به. أما هما اللي معاه مازالوا عايشين الثورة حتى شدوا المناطق معاه يعرفوا اللي بورقيبة معناتها موش المستوى. فهمت؟ وبورقيبة راهو في حد ذاته تو بالنسبة للشعب التونسي ماهوش مصدر لا مصدر ولا مرجع. فهمت؟ لا مصدر ولا مرجع لنا بورقيبة. فهمت؟ الإنسان يعني ناظر كما نقولوا نحن باش ما ننفوش برشا حكايات ناظر كأنه الناس. فهمت؟ هو كان ثقافته أوسع شوية بعلاقته بفرنسا. فهمت؟ وبعد كما نقولوا نحن كيفاش تحدث كيفاش ركب في تونس وتحت شنو وتحت أي مركز اللي ركب عليه في تونس. فهمت كيف وشنو يعمل معاه هذا كله تاريخ موثق. ما توثقش قبل كان المركز مثلا موثق أشرف تاع كافيه يعني. فهمت؟ من فرنسا فيكم جايين أشرف تاع كافيه شعبنا فيه وموجودين إذا مش بكثير على المسير. فهمت؟ مش هذا مقصدنا اللي كانوا ماهوش بورقيبة لا مرجع ولا مصدر للتوانسة. فهمت؟ وماهوش وحده تعرف على بورقيبة. فهمت؟ هو كان بورقيبة حق للمجاهدين. المجاهدين اللي هما أجداد عنا أجدادنا. فهمت؟ هو كان عارف. علاش كان عارف؟ في فرنسا عرفت روحها اللي الشيء يفرح عليها. فهمت؟ والناس هذين راهي تاكل الحشيش. فهمت؟ خافت دخلت في المجال السياسي. فهمت؟ وكان مقاومة كيف ما دخلش المجال السياسي يحطوا فيه بورقيبة في الثورة. فهمت؟ أنا فينا أجدادنا كلهم مش فهمت؟ سعيد. فهمت؟ أنا فرنسا عرفت اللي نبدأ وين الحكاية. فهمت؟ وجدتها سياسية مثل ما نقولوا نحن وضمنت بورقيبة في ايديها كما نقولوا نحن اللي هو نتكلم عليها. فهمت؟ هاي تدخلها السياسية ونربح احنا البارتي من هذه الكل خير ما نبقى في تونس ياكلون الميت. فهمت؟ التاريخ طيب عندنا التاريخ وعندنا في المكشوف الدلائل في المكشوف نجي تحكموا فيه انتم في الثلاث بالصرف بورقيبة مع فلان مع فلان مع فلان مع فلان شنو اللي صار في الكواليس. يعني قرابة 400 شريط تاع تسديد يا بورقيبة وشنو اللي عمل قرابة 400 شريط اللي استشفوا عليه. مش عارفين فيه. بورقيبة المواقف اللي خلاها الكل في كل هذا مواقف خزي وعار بصراحة على المسلمين. بالنسبة للمسلمين بالنسبة للمسلمين في خلال مواقف تاع خزي
ساعة تجي تقول شنو المصادر اللي خذا منها بورقيبة كما نقولوا نحن باش خذا المواقف هذه منين المصادر اللي خذاها؟ البورقيبة خذاها منين المصادر؟ شنو المصادر؟ مصادر البورقيبة اللي هي العقل. هذه شنو هو العقل؟ اللي متكون في فرنسا. فهمت؟ المتكون في فرنسا وخذاو كما نقولوا نحن الفكره الفرنسيه كما نقولوا نحن بجزئيات كما نقولوا نحن نتاع الناس ولا نتاع عرب. اما الفكره الاصليه كما نقولوا نحن وتركيب العقل والبورقيبه وتركيب الفكر والبورقيبه فرنسا. فهمت؟ وترى خاصه كما نقولوا نحن عقل على اللي صار فيه البورقيبه حطوا على عقل الاسلام. عليه باش تشوفوا يجب يفرق بالشيء اللي عمله ولا لا. تفرق انت ما بين الشيء اللي عمله واللي حطوا على الاسلام تفرق به. فهمت؟ وكان في مثال بورقيبة شيء الفكر نتاعو والعقل نتاعو مش متكون من المدرسة الفرنسية كما نقولوا نحن. فهمت؟ ما خلطش في كوارث في بورقيبة صارت نقسم القدس القرى الفلسطينية نقسموا على اثنين. نص تاخذها ياخذوها اليهود ونص ياخذوها المسلمين. يبقى لازم يحكي هو كوارثة يرجع التاريخ يرجع واحد عربي في فلسطين يدخل فيه البورقيبة حتى واحد عربي يدخل فيه. ما يعرفش هم بيتوا اليهود عندهم كي يبنوا دولة وقت ساعة يعملهم كي يبنوا دولة يعني بداية النهاية نتاعها. يعني هذا من مسؤولية الله عز وجل من أسباب ربي سبحانه وتعالى. مش مخترع بورقيبة الأعمى. فهمت؟ وبورقيبة استغل. فهمت؟ وشغل الناس باش شغل الناس بالباطل وشغل الناس بالبدع وشغل الناس بالأوهام. فهمت؟ وده في نفس الوقت ضرب البحوث الدينية الإسلامية بورقيبة باش لازم كما ضربش البحوث الإسلامية الدينية. فهمت؟ وحط في بلاصتها باطل وبدع وأوهام ما ينجحش بورقيبة. فهمت؟ مش متكلم مش مخطط نتاعو هو بورقيبة هذا يعرف يخطط هو في الأمور هذه كيف. فهمت؟ وقع سهلة بورقيبة وقع. فهمت؟ وغير اللي يبقى بورقيبة هاي كوارث اللي عملها بورقيبة اللي يبقى من التراث الإسلامي. فهمت؟ بورقيبة غير ما هلوش. فهمت؟ وبورقيبة استغل الشعب التونسي المسلم في ذلك الوقت. استغل الشعب التونسي المسلم الفقير بخطه خبيث. فهمت؟ واستغل جروح الإسلام في حد ذاته اللي عاناها من بورقيبة وعاناها من أمثال بورقيبة. بس هو بورقيبة استغل جروح الإسلام. بورقيبة جاي يبقى الإسلام مجروح. فهمت؟ المفروض يدعم. فهمت؟ هو استغل خطه وباش استغل بالأكاذيب الكبرى السفينة في القرون الوسطى. فهمت؟ باش استغل بورقيبة. فهمت؟ جاي يلقى الإسلام مجروح من القرون الوسطى صارت عليه أكاذيب وصارت عليه تفاهة من الزعماء اللي شدوا الدين وشدوا الرجال هذه كواسطة في القرون الوسطى. فهمت؟ مجروح الإسلام. فهمت؟ خلط عليه بورقيبة نحن جاي اندثر شنو شيء مرة اندثر من 500 سنة اندثر. خلق عليه الدين كما في المقول نحن يبقى منتظر كمل الأول الدين. شنو عمل الدين؟ ما عملش انتصار من الإسلام أو الدين كيف خل ما نحاش الإسلام خاطر نحاش بورقيبة قبل بورقيبة قطع عليه الجمل. الدين دخل حط الإسلام وقال هذا الدين من اللي يقطع الشيء هذا الدين حط الإسلام وقال هذا الدين. وإذا كيف ما تتبعوش الإسلام فهمت؟ ما تتطوروش هكا يا رب في كلمتين عبارة لا تسمع في كلمتين. فهمت؟ ولهذا ما تجعلوش الأكاذيب هذه حقيقة. نعاود نسافيها هذه تاع بورقيبة وأكاذيب بورقيبة وخبث بورقيبة.
ويدرك فيه ما بقي من البحوث الإسلامية الدينية، فهمت، ويدرك فيه التراث الإسلامي وهو مهلك، فهمت، ما تجعلوهاش حقيقة، بالله ما تجعلوهاش حقيقة لأن انتم نجدوا في كل شيء، فما حبوش نعملوا فتنة في البلاد وكذا، ولا انتم نجدوا في التسجيلات الصوتية الأمريكية، فهمت، علاش؟ خاطر البلاد لا مش تسمى حاجة أخرى الحمد لله، إذا ما تتحطش تسجيلات صوتية تاع الوظيفة وما تتحطش شنو باش أنت تو ضد لك حقيقة، فهمت، علاش؟ نقول لك علاش؟ على خاطر اللي عقدت بيه الوظيفة مكتبة التراث الإسلامي ومكتبة البحوث الدينية اللي عبرت فيها الوظيفة وقت عنها رأسها الوظيفة، فهمت، وغير الوجهة بتاع الإسلام، فهمت، من وجهة لوجهة وحقيقة مثال الإسلام من وجهة لوجهة الوظيفة، فهمت، وخلق فيها البدعة وإلى آخره، فهمت، هو البيت هذاك اللي حارب الوظيفة قبل هو البيت اليوم في بداية تحته اليوم الإسلام في بداية تحته، وهو بحد ذاته يكشف في حقائق وظيفة وبس وظيفة والحمد لله رب العالمين. يعني تو حتى الإسلام ما يتحققناش نحن بون صحيح معناتها هنا من الجيل 12 ما يتحققناش نحن نجلسوا كاساتين، أول بيته في حد ذاته الإسلام رجع في بداية الصحوة نتاعو، فهمت، واللي عملوا البوليكيبا وفلت عليه في البوليكيبا باش يكتبوا الإسلام في نفسه، والحمد لله على هذيك ما عادش تستنجح الاحتفاليات هذه على البوليكيبا ولا غير البوليكيبا، خاطر الشعب التونسي والشباب التونسي فيه مش بالدرجة اللي انتم تحب تحطوا الأكاذيب والأولاد والدور حكاية، فهمت، ولا رغما عن أي بوليكيبا ولكن نحن مثلا ما نخافوش لكن ما لاش ندينوا فينا رغم عن ان بوليكيبا واملاك بوليكيبا للتو كما نقولوا نحن متخافين ولا بوليكيبا التو هم السياسه والسلطه والسياسه والناس متخافين ولا بوليكيبا لكن سيعود الاسلام. يعني نقول ممكن انتم سيعود الاسلام تعرف منين؟ من نهر الواد الكبير في اوروبا، فهمت، الى نهر السن في قلب كاسر باذن الله السميع العليم، فهمت، والايام بيننا باذن الله السميع العليم، باذن الله الايام بيننا، فهمت، وقت ما تجي الايام هذيك برا تخافوا في اخبار بوليكيبا مش ولا بوليكيبا، فهمت، والحمد لله كل الشباب وعاء والحقائق بدات تظهر، فهمت، وهذاك فضل من عند ربي وهذاك دعم للاسلام باش في عودته، فهمت، وفي الواقع اللي قاعدين نشوفوا فيه وهذه حقيقه الواقع تو قاعده تتكلم، فهمت، والحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.